موائد الرحمن من أهم عادات رمضان، تلاقيها موجودة في كل مكان، وده دليل على حب الإنسان لأخوه الإنسان. ودي عادة مش جديدة، لأ دي موجودة من زمان. بدأت إمتى وإزاي؟ أهو ده اللي هنعرفه في اللي جاي. البداية كانت في عهد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، لما كان في المدينة المنورة وجه وفد من الطائف يعتنقوا الإسلام، فكان الرسول بيبعت لهم الفطار والسحور مع بلال بن رباح بكل اهتمام. ومع مرور الوقت والأيام بدأ الخلفاء الراشدين يعملوا زي ما كان الرسول بيعمل بالتمام، لحد ما جه عمر بن الخطاب عمل دار للضيافة يفطر فيها كل الصايمين من العوام. بعد كده جاء أحمد بن طولون في العام الميلادي 880 وعمل أول مائدة رحمن للمصريين، وقال إنها تستمر طول شهر رمضان تفطر الصايمين. فضلت ساعتها موائد الرحمن مستمرة شوية حلوين، واختفت بعد